السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا من جديد في قناتي سالي's كيتشن. النهاردة بقى هنعمل شوية قراقيش بطريقة سهلة وبسيطة، والمكونات ولا أسهل، وهنعمل كمية هايلة جدا منها وهتنفعنا في موسم المدارس. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نشوف الوصفة، وقبل ما أبدأ مكوناتي ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وفي بداية مكوناتي احتجت الكوباية ونص من المية الدافية، وبدأت أحطهم في بولة فاضية، وكمان عليهم كيس من الخميرة الفورية معادل معلقة كبيرة مليانة من الخميرة، وتقدروا تستخدموا قطعة خميرة تقريبا 50 جرام لو هتستخدموا الخميرة العادية. وبعد كده ضفت عليهم 4 معالق كبار من السكر، ولو هتستخدموا السكر البودر فهيكون 5 معالق من السكر البودر. هنقلب المكونات كلها مع بعض، وخلاص كده اتأكدت ان تمام السكر داب كويس. هنزل بعد كده بكوباية إلا معلقتين كبار زيت، تقريبا معادل 100 جرام من الزيت، وعليهم كوبايتين إلا ربع من السمنة. تقدروا تستخدموا أي نوع من السمنة موجودة عندكم، وكمان تقدروا تستخدموا كل الكمية سمنة عادي، ولكن الزيت شوية بيدي قرمشة وكريسبي كده مع المقرمشات دي أو القراقيش زي ما بنقول. وبعد ما قلبتهم كويس ضفت عليهم كيلو من الدقيق. الدقيق عندي كان متعدد الاستخدامات، تقدري تستخدمي الدقيق اللي تفضليه. وبعد كده ضفت للمكونات نص كوباية من السمسم المحمص، وعليهم 3 معالق كبار من النشا. والنشا هنا هيخلي معايا المقرمشات دي دايبة دوب، عنصر مهم جدا في وصفتي. ونص معلقة من الملح، لو بتستخدمي ملح كوكس هيكون نص معلقة، ولكن لو الملح العادي هيبقى معلقة إلا ربع. وكمان هنضيف عليهم 3 معالق صغيرين من الحليب البودر، تقدري تستغني عنه أو تخليه مفيش مشكلة، ولكن هيعزز الطعم شوية. وهنبسهم بقى زي ما بنبس الكحك والبسكويت بتاع العيد، تقليب بسيط جدا. وبعد كده هنبسهم لمدة 2-3 كده. وبعد كده مرحلة العجن، هنعجن عجنة خفيفة جدا علشان اتأكد ان المكونات تجانست مع بعضها كويس، تقريبا كمان 2 دقيقة. وبعد كده هنضيف عليهم كوباية مية، ونخلي كمان كوباية جنبنا لو احتاجنا، بس غالبا مش هنحتاج اي مية تاني او اي سوائل تانية. وبكده هعجن لمدة دقيقة علشان المية تختفي جوه العجين بتاعي. وكده خلاص العجينة أصبحت جاهزة جدا. لما بدأت تلم وحاسة ان هي بدأت تخمر كمان في ايدي. بصوا ازاي انا اختبرتها وانا لابسة الجلابز، وبعدين حاولت ان انا اشتغل بالجلابز ولكن الموضوع كان صعب شوية، فبدأت اشتغل بايدي. كمان ملمس العجين كده هايل جدا، لين مش بيلزق في الايد تماما، وده الافضل. بعد كده حطيت العجينة بتاعتي على البورد او اي سطح موجود عندك، سطح العمل طبعا. عجينة لينة جدا يا جماعة، مش قادرة اوصف لكم جمالها. كمان الريحة واو. بدأت ألم العجينة كده مرة و2 بالراحة، هي مش بتلزق في الايد، بس تحسوا ان هي بتلزق على خفيف، بس هي ما لزقتش في ايدي خالص حقيقة. هبدأ ان انا اخد جزء منها وليكن يعني اقل من ربعها. وبعد كده لميت العجينة مرة و2. المادة الدهنية اللي جواها مساعداني جدا في ان هي تتفرد بكل سهولة، وكمان ما زودتش الدقيق او قللت منسوب المية علشان ما تكونش يابسة. وبالطريقة دي بدأت ان انا افردها، وبعدين اعملها رول، وهرجع مرة كمان احطها على السطح اللي موجود، واظبط كده الرول بتاعي، وهبدأ اطبطب عليه بالراحة، او ان انا افرده واحدة واحدة بكل سهولة من غير مردنة او النشابة. هتلاقوها بتتفرد بكل سهولة جدا. انا حبيت اوريكم شكلها عامل ازاي. وبعدين هبدأ اساوي الاطراف باي آلة عندكم او سكينة. ودي الناحية التانية. كل ده وانا بلم العجين، كل العجين ده هيتعجن تاني او مش هيتعجن تاني، هيتشكل تاني علشان نعمل الشكل المظبوط ده.
تقدروا بقى تعملوا الأحجام اللي انتوا عايزينها. حابين ان القراقيش دي تكون شوية ليها طول، فتقدروا تعملوها طويلة زي ما عملتها، وتقدروا ان انتوا تقسموها نصين برضو مفيش اي مشكلة. هنخلص تقسيم العجينة كده لأصابع زي ما احنا شايفين. تقدروا زي ما قلتلكوا تستخدموا السكينة عادي جدا أو قطاعة البيتزا، أي حاجة موجودة تقدروا تشتغلوا بيها. وهو ده شكله، حابين ان هي تكون شكلها زي البقسماط شوية. وبدأت بقى اخد أصابع المقرمشات أو القراقيش على صاج. الصاج ده مش مدهون ولا مادة دهنية، لأنه بالتبعية العجين جواه مادة دهنية مظبوطة جدا، فمش محتاجين ان احنا ندهن الصاج اللي موجود. أي صينية موجودة عندك تقدري ان انتي ترصي الأصابع بتاعة القراقيش بتاعتك. وادي قطعة كمان حبيت اوريلكم ان الموضوع سهل جدا، بتتفرد بكل سهولة. بصوا الرول ازاي بيحن على بعضه كده، حلو جدا. وطبطبة مرة تانية، وبعد كده خلاص هو ده السمك المظبوط. هنساوي الأطراف كويس جدا، وهناخد كل الأطراف دي الزوايد زي ما قلتلكوا هنعجنها مرة تانية مع العجينة، أو هنبدأ إن احنا نلفها ونرولها مرة تانية. الموضوع هيكون سهل. والطريقة دي علشان القراقيش تكون شوية بالورب زي بتاعت زمان، فتقدروا تعملوا الطريقتين إذا حبيتوا. وهو ده شكلها على الصاج. وما تنسوش إن الفرن كان متولع قبلها ب10 دقايق، بس هنسيبها بقى قبل دخول الفرن ب5 دقايق تختمر شوية. وهيكون في نص الفرن على درجة حرارة 180 بالظبط ربع ساعة، ونسيبها تستوي براحتها جدا. وهيكون هو ده شكلها الذهبي الهايل ده. انا ما فتحتش عليها الشواية ابدا، ولكن الربع ساعة كانت كافية جدا في منتصف الفرن، درجة حرارة 180 او 200. بس ما تزيدش عن كده وما تقلش عن كده. هيكون هو ده شكلها، وازاي من جوه مختمرة صح ومنفوشة وهايلة، وفيها فراغات زي ما شفناها كده وبتتكسر بكل سهولة. وهي دي كانت وصفة النهاردة. الوصفة دي رائعة لو حطيناها كده على الترابيزة كل يوم، الصبح مع الشاي بلبن، أو في العشاء، في أي وقت سناكس للأطفال، هتكون هايلة. ووصفة سهلة وبسيطة، وازاي اتحمصت كده وذهبية من فوق ومن تحت، بجد رائعة. وصفة جميلة جدا تنفع في أي وقت. أتمنى يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسابسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي بس أقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سيلي's كيتشن. وبالهنا والشفا. باي باي.